That's a hard question. اذا بتقدروا تعيشوا من غيرها بلاش. انا على فكره عندي تاتوهات كتيره، بس عندي تاتو بس بلد واحد على ظهري. مصر. في كده مكان فيه مش صراصير بس صراصير. اوه ماي جاد. ما بدي بالعالم يقولوا اللي بدهم اللي بيقولوه من ورايا هو مكان ورايا. في اوروبا شويه في حقوق وانسانيه وتفكير بالاخر باللي عم يحصل عندنا في الميدل ايست اكثر من ابن الذين ده الحاكم في هناك. ما تحطوا فلوسكم بمكان واحد، ولا في عمله واحده ولا في بلد واحد كله. ولا يا ريت في كوكب ثاني نبعثهم شويه ذهب. شو الفتنة الطائفية؟ ما في فتنة طائفية عندنا، لا نحن كلنا عسل. على فكرة ما كنت عارف احكي عربي. او بصور مثلا لفنانة ثقيلة وثقيلة واتخانق معاها. في منه نوع؟ مين؟ لا ابدا. انا فيه اوصفه بكلمة واحدة، انه هي سهلة، عبقري. حد مع الشعب قوي وموهبته فيها نجومية ومن عائلة، يعني ما يحصلش أعلى من كده عندنا في لبنان. مختفي بقى. برافو عليك. همسكه بقى، ما فيش شعر قوي من فوق، همسكه من الجنابة يا ابن بس احنا مش بإيدنا، بنحب فضل وبنحب صوته وبنحب أغانيه. ودي اغلب الشعب يعني اللبناني. هقعد بقى اورجانيك ومورجانيك وحطوا لي اكسجين والفلوس مشوها لي، مش هاكل حاجه غلط. حاجات الجديده من شكشك وكله. ليك انا مثلك، انا انه ما بحب التعالي، ما بعتبر انه في حدا اعلى من حدا بالحياه. مش ما بلزق. لا ما نستوك اي حدا. ايها بنت. في حرب نحن واطفال، في حرب في 2006 بس دعيت المرض عشان ما اجيش على انترفيوهات زي دي بس. جاد شويري، كارولينا، اهلا بيكم في حكاوي استال. شكرا. ثانك يو حبيبتي. ثانك يو شيرين على الاستضافه. احنا مبسوطين قوي ان انتم معانا في مصر، وعارفه قد ايه انتم بتحبوا مصر، واحنا في مصر بنحبكم جدا. كلمونا عن الاغنيه الجديده بقى، وسمعونا حته كمان في الاول كده، نسمع حته اندن نتكلم عليها. هقول لك انا الحمد لله على السلامه، راجعين يا اسكندريه، ومليون حاجه فيا بتقولي بعد الغيبه سنين هننسى القاسية. راجعين يا اسكندرية. احنا مبسوطين قوي بالاغنيه. شكرا. وشكرا انكم اخترتوا تعملوا بجد اغنيه عن اسكندريه. وجاد احكي لنا بقى تفاصيل الاغنيه وكواليسها. اوكي. هقول لكم انا يمكن ذكرت قبل شوي كده سبونتينيوسلي انه مصر ان جنرال ليها مكان خاص بقلبي، وخصوصا بشغلي، لأنه أول مرة أنا دقت طعم النجاح كان في مصر. أول شركة مضتني 7 سنين كانت ميلودي، كانت مصرية. أول حفلة جماهيرية عملتها في مصر، وأول فرح عملته في اسكندرية. بقى الموضوع ده كنت عم بحكي أنا وكارولينا من فترة. نحن عملنا أغنية قبل كده اسمها بامبي، يمكن سمعت شوية في لبنان أكتر، لكن لما كنت بتكلم عن الموضوع مع كارولينا قالت لي أنا برضو أول مرة عملت فرح كان في اسكندرية. فالفكرة دي بقيت معانا. ولما شاعر هنا من مصر اسمه مصطفى صبري من اسكندرية عرض علي كده فكرة راجعين على اسكندرية، كملتها معاه ومع أحمد من بيروت بالألحان بيج بوكس كلاب. عرضت على كارولينا عشان افتكرت الموضوع، ومش كانت مرحبة، كانت مبسوطة قوي، وتم الموضوع بقديه ماشي على السريع. بأسبوعين يعني كنا مخلصين كل حاجة. مزبوط. وجينا على اسكندرية وصورناها. وعلى فكرة لما حطيت الفيديو بتاع اسكندرية، العروسة بتاعت أول حفل ده اللي أنا عملته بعتت لي ونزلت لها وطمنت لو الجوازة لسه كويسة وما اتطلقتش ولا وعندها عيال ومبسوطة قوي. وإن شاء الله يمكن نشوفها برضو ان شاء الله. احنا عاملين لكم فكرة جديدة النهاردة، عاملين لكم الأسئلة، كل حد هيسحب راندوملي، هيقرأ السؤال وتتكلموا مع بعض فيه.
فالبرنامج دلوقتي بتاعكم. اوكي كارولينا، ليديز فيرست. يلا. اوكي، تسرع الاوقات الوحشه ولا تطول الاوقات الحلوه؟ والله سمارت كويستشن ايه حبيت سؤال. ايه لا لا، هطول الاوقات الحلوه بزياده، ما يكونش في وقت بقى للوحشه. واو. لانه لو قصرنا الوحشه يمكن الباقي يكون عادي، فاهم؟ هنزهق ويكون بايخه. بس مظبوط. لو الحلوه طولنا طويله الحلوين. انت شو رايك؟ لا انا صراحه I agree with what you said. انا كنت حقول بطول الاوقات الحلوه. قد ايه بده يكونوا وحشين هوليك؟ ايه بنقطعهم هوليك. اوكي دوري. اهم 4 عوامل للنجاح في الفن والوسط الفني. 4. 4. اي اجري انه 4 مهمين. اول شيء الواحد يكون عنده بركي بيشنس، لانه بدها الفن او ان جنرال بده بيشنس، لانه مش دغري الواحد بده ينجح، يعني بده يكون عنده بيشنس. وحتى اللي بينجح دغري بده يكون عنده بيشنس يضل ناجح. صح. ثاني شيء انت قول، انا بقول بعد. انا بقول في شيء ضروري يكون موجود، هو الموهبه. الموهبه مش ضروري تكون بالقدرات الصوتيه، في يكون واحد بيلحن، في يكون واحد بيمثل، بيرقص، بيغني، موهبته بكيف يعمل هلا كونتنت. يعني في ارتست عندهم كرياتيفيتي بالوسط الفني مختلفين، بس الموهبه لازم تكون موجوده شي محل تقدر الواحد يستمر ويبني عليها. مزبوط. ثالث شغله انا بقول الواحد يكون عنده شغف، يعني passionate، يعني يكون عن جد بيحبها وبده يعمل شو ما كان ليوصل ومن قلبه، لانه اذا حدا ما بيحبها ولا ممكن. نو واي. انا بقول كثير اوقات للفنانين اذا بتقدروا تعيشوا من غيرها بلاش. مزبوط. لو بتحسوا انه مش ممكن، انا بفضل موت، يعني لو انا ما كنتش مع ده ومش متاكدين انه الواحد ممكن. هي اصعب مهنه في مولع عن جد، لانه 1% of people بينجحوا بيها، ومن ال1% بس 10% من ال1% ده بيستمروا. فنسبة النجاح فيها كتير قليل إذا واحد ما عنده patience مثل بتقول كارولينا، والباشن إنه يقدر شو ما صار تكون حياته هي الموضوع، ما بتصور بيقدر يكمل. أنا رح زيد على هذا الشيء الذكاء. رابع شغلة إيه الذكاء. هلا بالموهبة حطينا الكاريزما، الشكل، الصوت، أوقات غير مواهب، بس الذكاء للاستمرارية، لأنه ممكن يتخلى عنك مثلا بروديوسر، مانجر، ملحن، منتج، بدك تعرف تتصرف، بس بذكائه الواحد بشو بيلبق له ومين يختار ممكن يكمل. بقى الذكاء للاستمرارية ضروري. صح. جو ahead. هلا دوري. اوكي. غنيت للمصرية والاسكندرية ليه؟ أنا تقريباً جاوبت على السؤال إنه مصر عندها. أنا على فكرة عندي تاتوهات كتيرة، بس عندي تاتو بس بلد واحد على ظهري. مصر. مصر. بحس مش هي حتة مني، أنا حتة منها. بقول دايماً أنا اتولدت لبناني، تربيت فترة ودرست في فرنسا، بس روحي مصرية. مصرية جت يعني كده. كان أول مرة بعبر عن حب لمصر، ودلوقتي اسكندرية قلنا لكم ليه. سؤال بعده ولا؟ سؤال بعده أنا. أنت. مزبوط. إيه الأكلة اللي مش بتحبيها خالص؟ الأكلة هي لازم تكون طبخة يعني ولا حاجة طبخة؟ بدي أفكر. إنه عادة باكل كل شيء، بس في حاجات ما بحبها بالأكلة. مثلا ممكن يكون إذا فيها كتير توم، كتير بصل، كتير كبيس، ما بتحبها لك. بس ما فيش يعني حاجة أكلة واحدة ما بحبها. أنت؟ أنا بحب أذوق كل حاجة. يعني تقولي لي في كده مكان فيه مش صراصير بس حاجات كده هندية. لا مقرقشة وانت مش هتشوفيه بيجري يعني. انسكتس بباريس زي بقليين زي الفرايز. نو واي. انا عارف انتوا هتقرفوا قوي بس برضه دقتها. اوه ماي جاد نو اي وود نيفر. الحاجه اللي هي عايشه دي اللي اكلتها نيكول كيدمان، ما اعرفش لو شفتوها دي لسه يعني، بس ما فيش حاجه ما باكلهاش ما بجربهاش. اكيد في حاجات بحبها. نو ثانك يو. دي حاجه مش بحبها خالص يعني.
اوكي، حفل في هوليوود ولا حفل في اوروبا؟ يعني دلوقتي هفضل اوروبا عشان هوليوود احنا عارفين هي كنترولد وما بيتكلموا يعني في اوروبا شويه في حقوق وانسانيه وتفكير بالاخر باللي عم يحصل عندنا في الميدل ايست اكثر من ابن الذين ده الحاكم في هناك فتنا سياسي هلا. كده يلا كمان شكلكم هتقصوا كثير من هلا لك سؤال. تجربتك مع العظيم جورج وسوف صراحه هم 3 تجارب. اول تجربه كانت بكليب ملكة جمال الروح، صورنا بين لندن وبيروت، وانا كنت طالع اصلا في الكليب، نحن كنا بنعمل تريبيوت كده للوسوف، ده كان اول تعامل. وبعديه ضمن شغلي بشركه انغامي، كنت مدير الانتاج على فتره، قررت انتج اغنيه لابو وديع اللي هي اسمها صاحي الليل. انا اشرفت على كل حاجه فيها، اكيد الملحن محمد يحيى والشاعر ملك اشتغلوا عليها هم، والموزع سليمان دميان اللي برضو انا رشحته واشرفت على كل العمل ده. حتى لو انا مأخرج كليبين لابو وديع اللي هم ملكة جمال الروح واخر كليب رقصة اسباني اللي شفناه بطريقه كده فرفوشه لمره، اكتر حاجه انا فخور بيها ان انا ساهمت موسيقيا لتاريخ ابو وديع باغنيه صاحي الليل دي، اللي هي لحد النهارده اكتر اغنيه جايبه له فيوز اخر 10 15 سنه بقى. دي حتى لو ليا قد كده فيها وبمسيرته فخر كبير ليا، عشان مش لازم اتكلم عنه، الناس عارفه يعني قيمته من غير ما نتكلم. جو هيد. يلا. هل لبنان عايش فوق قنبله الفتنه الطائفيه؟ شو رأيك؟ لا رأيك أنت. شو الفتنة الطائفية يعني؟ ما في فتنة طائفية عندنا، لا نحن كلنا عسل. بس إنه كلنا بنحب بعض، ما فيش أي مشكلة في لبنان. على طول أنا وهي بنتخانق على المنطقة، إحنا من ذات نفس الطائفة، لا إحنا الأشرفية أفضل، هي بتقولي إحنا في الشوارع بنتخانق، بلاش الطائفية أكتر من الطائفية يعني. أنت من الشارع ده، أنا من الشارع. عن جد. لا إيه، لبنان العالم هي اللي يعني ما بعرف عايشين مع بدل ما نكون ايد وحده عم نعمل مشاكل من ولا حاجه يعني. بس الاساس انه المشاكل دي برضو جايه لنا من برا، كمان يعني الناس في بتستفاد منها صح. وبتغذيها. وانا بالاخر انا لكل الشعوب العربيه بحس نفسي قريب منها، كيف لا خي اللبناني يعني. انسانيا ابدا، بس الحقيقه مش هنكذب على بعض. في قنبله اكثر من ذريه برضو يعني. ما بعرف اذا في قنبله اكثر من كده، بس نايمه كده بيطلع منها الغام شويه، خليها نايمه ان شاء الله. ان شاء الله. أسوأ ذكرى في الطفولة. ايه ذكري أسوأ ذكر في الطفولة. كنت ذكر أسوأ ذكرى في طفولتي. شو بده يذكرني هلا أسوأ شيء؟ لا والله أنا ما بحس إنه عندي ذكرى وحشة. ميبي إنه أنا كنت عايشة برا قبل، يعني أول خلقت برا بآيلاند اسمها غوادلوب، هي فرنسية، وإذا بدك إنه في اللينة ده بركي يعني مثل كأنه abandonment. ايه انه قد كان عمرك؟ كان عمري 7 سنين. وقت مهم قوي. ايه انه ورجعت اندمجت بالمدرسه ما كنت اعرف على فكره ما كنت اعرف احكي عربي. اضطريت عيدوني صف لكرمال ارجع اتمرن على العربي واقدر احكي فوت بالمدرسه عادي. تدمرتي تقريبا. ايه لا بس مش هالقد. عيدوني صف ايه كرمال لحق بالعربي، لحق حالي يعني. انت عندك ذكرى؟ انا مش ذكرى سيئه، بس بتصور الناس اللي بتتابعني صارت تعرف انه انا على عمر ال 13 بي صار معه حاله يعني ماديه وهيدا اضطر يفل من البلد، وتغيرت احوالنا بطريقه يعني كثير قويه. على 13 بس طلع منها برضه حاجه حلوه اللي هي قدرت من وقتها كون يعني اعتمد شوي على نفسي، وابتديت ارقص واغني للاطفال في ميني استوديو. كده عارفه ميني استوديو؟ ابتديت في ميني استوديو البس دبدوب وغني وارقص للاطفال واعمل فلوس برضه من اعياد الميلاد وكده. فالحاجه الوحشه اتقلبت على حاجه اكشلي حلو.
شغل ولا سفرية نفسك تروحها من زمان مش حتتكرر تاني؟ بجاوب انا؟ ايه انا لإلي شغل. وانا كمان. انا دايما I prioritize الشغل انا بحياتي. كمان، انا لانه بلاقي عملت من الباشن تبعي، من الهوبيز تبعي، عملت منهم شغل. اكزاكتلي انا بقى هيك ما في شيء حيبسط، ما بحسه شغل. ايه ما بحسه شغل. فما في شيء بيبسطني، ممكن يبسطني اكثر من شغل. صح. يعني شغل يكون كويس، مش شغل فيه وجع دماغ بزياده. ايه اكيد. او بصور مثلا لفنانه ثقيله وثقيله واتخانق معاها. في منه نوع؟ مين؟ ابدا. بدي اعرف. طب كلهم عسليه. اللي مين؟ حبيبات قلبي. كلهم ما اكون انا منه. لا ونغني مع بعض ومره ثانيه ومر اثنين ديو او ثاني ديو باي ذا واي ما قلت. ثاني ديو بلا قلنا عن قلنا عن دمي مظبوط. جو اهيد. انا هلا لك رايك في ترامب، وهل الزعماء العرب عاطين له قيمه كبيره؟ انا جاوبت حتى قبل ايه انت اوريدي. اوكي انا دلوقتي في الكليب الجديد تبعي حتشوفوا في الحمام عندي. ايه في عندي شفت في عندي صوره في الحمام. بقى قبل الصوره دي اللي حتشوفوها بالكليب كانت صوره ترامب، عشان عارفه لو واحد عنده امساك او حاجه عندي في الحمام. ده جواب كفايه. لا عايزين اكتر من كده، مش بهزر. مين انت؟ انا اوصفوا لنا زياد الرحباني. انا في اوصفه بكلمه واحده، انه هي سهله، عبقري. ايه انا اكيد عبقري. انا هزود. انا كان لي الشرف تعرفت عليه مرتين، وكان لي كلام جميل ليا، وما توقعتش من حد يعني بالقيمه الفنيه يقدر انه يتكلم كده حلو. كنت لسه برضه مبتدئ نوعا ما. برضه تعرفت عليه كمان مع ابو وديع، وكمان كان ليه كلام جميل. القيمه بتاعته مش فنيه بس، القيمه بتاعته اجتماعيه، مزبوط. سياسيه، انسانيه. يعني هو مزيج كده من حاجات متناقضه. حد مع الشعب قوي، وموهبته فيها نجوميه، ومن عائله يعني ما يحصلش اعلى من كده عندنا في لبنان. الميكس ده كانوا موجودين في شخص واحد، مع ذكاء، مع موهبه، مع فهم، مع روحانيات انسانيه. سابق عصره ومكمل عصره، وهو العصر بتاعنا، هو الحاجه الكومن، يعني باتريموان بنسميه، الكالتشر اللي عندنا كلنا كلبنانيين. يلا النجاح حظ ولا مجهود كبير؟ اوكي بجاوب انا. اوكي انا بحس اتس ميكس اوف بوث، يعني ما في يكون حظ ومجهود. هلا هو اكيد مجهود اكتر من حظ، بس الحظ بيلعب دور. let's be honest. بس لو في مجهود طول الوقت الا ما هيجي الحظ يوم. مظبوط. يعني لانه ممكن الحظ. thank you for giving me hope. the luck for نجاح اكبر اكيد. ممكن يجي في حاجه واحد مش ملاحظها لو هو مش بيحط المجهود، او هي مش هتيجي لو ما فيش المجهود. بقى المجهود هو الاساسي. مزبوط. لو ضلينا على المجهود هيجي الحظ في يوم مش متوقعين. فالمجهود ايه. الفلوس كل حاجه ولا مش كل حاجه؟ انت ولا انا؟ انت. اكيد مش كل حاجه. بس حاجه كبيره. بس حاجه كبيره. اكيد كبيره بس مش كلها. هي كبيره. هي مش حاجه مهمه لو موجوده. لما بتكون موجوده بكتره لا، هي المهم الباقي بقى، بس المهم تكون موجوده. هلا اكيد بتساعد يعني بالاخر، بتساعد، بتخليك. بيقولوا لك الفلوس ما بتشتغل الهابينس. بلا تشتغل على القليل الهابينس انك انت تو ميك اذرز هابي. مظبوط. يعني انا قادر بفلوسي ابسط غيري، جدتي حتى، ما هيك اي حد دي فبلا بتجيب نوع من السعاده. بس اكيد مش كل حاجه. لا. لانه في عالم معها الصحه والطمانينه، الصحه اول حاجه، والبال المرتاح. صح هو اللي اهم. سلام اهم.
أهم. 100%. يلا مين نكست؟ انت. انا بتخاف تعجز بيقولوا تعجز جاوب انا. ايه جاوب يلا. مش هكذب. لانه ما بخافش من الموت نفسه، بس بخاف من البروسس اللي يكون فيه الم. ما بخاف من الموت، بس بخاف من الالم. بخاف من اني اصعب، اني اكون ثقيل على غيري. بخاف اني افقد ذاكرتي واتعذب داخليا. بخاف من الخرق. مش هكذب. وما بحبش من الوز كل حاجه من شكل. اهم شيء الشكل. مش من كذب. مين ما بيخاف يعني بالاخر بس بتصور مع الاي اي والحاجات الجديده منشكشك وكله وبطاريه. يعني دلوقتي بقينا هنغير القلب وهنغير الكلى كمان وهنغير يعني يبقى المخ. لو غيرنا المخ خلاص. يا ريت لو بيلاقوا طريقه نرجع لا، ومع الاي اي هنعيش لل 150 سنه من قريب. بس مهم نكون حلوين. 150 بس مش روبوت هفك لك ايدك، فك الرئات، تشيلي تظبطي. انتوا اوريدي بتفكوا شويه شعر وشويه رموش وشويه ما اعرفش ايه. لا ولا انت لا انا لا. لا عن جد من الفنانات ليل كتير كارولينا ما بتحب حاجات فيك. يا كارولينا شويه هنا شويه لا شويه هنا. بخاف قوي، ما بتحبش خالص. بحس انه ممكن ينزع باي ذا واي. يعني ممكن بيقولوا بالمصري يبوظ الوجه. اوكي بطريقه ذكيه. مين هو اهم شخص في عائلتك؟ انا ولا انت؟ انت. هلا دايما الاهل لهم. انا بيي متوفى، دلوقتي امي هي اهم شخص لإلي. انا قريب قوي من عيلتي، بس اولاد اخواتي اللي هم شوفك دايما المستقبل، وبيدوني عشان انا لسه ما خلفتش، بيدوني كده لذة في الحياة وخوف عليهم استثنائي يعني. جو ahead. انا نقاط القوة عندك. مش سؤال عميق. اوكي هكون حقيقي. بلاقي ذكائي اقوى شيء، موهبتي وانسانيتي. ان انا حتى لو انا بنت مغرور يمكن عم بقول ذكائي وموهبتي، لكن انا بعتبر حالي انسانيا اقل من اقل شخص موجود على الارض، زيه تماما. بلاقي يعني الحاجات الحلوه عندي دي هديه، وانا لازم اعرف اقدرها واتصرف بيها. لكن ما بحسش ان انا احسن او اهم من اي شخص. عندي كده احساس بالاخر كبير قوي. انت؟ ليك انا مثلك. انا انه ما بحب التعالي، ما بعتبر انه في حدا اعلى من حدا بالحياه. واذا بدنا نحكي انه انت شو بتحس صفاتك اقوى شيء؟ ميبي اذا عم نحكي عن شغل وعن اون ستيج، بحس حالي انه الكاريزما تبعي بيساعدني. انه هيدا اللي بيقولوا لي يوجولي انه عندك ستيج بريزنس. عندي ستيج بريزنس، واكيد انه ما بعرف، ما بحب احكي عن حالي. انا رح اقول تيبتك. ايه انت طيبه. عمرها ما سمعتها بتقول حاجه وحشه عن فنانه، حتى لو بتكون الفنانه لها حاجات وحشه عنها. بتضحك، روحها حلوه، ما فيش نفسنا، ما فيش. عشان كده اصلا احنا اصحاب يعني. انتوا عارفين انا تعاشرت فنانين كتير. لا، في منهم قريبين وبحبهم قوي، في منهم بحبهم على الصعيد الفني ومش على الصعيد الشخصي، في منهم لده ولده. مش قاطعين من حدا. اكثر صفه بتكرهوها في شخصيتكم؟ لا ما في شيء ما بحبه بجد. انا يا الله شو بدكم هلا تعملوا لنا مشكل. بعصب اوقات بسرعه. بس انه مش علي. لا بتعصب على هيك انت حقيقيه، بس بعصب على السيتويشن لو حدا مش عم يفهم. تعرف شو؟ لا ميبي انت قد ما بتتحمس بتصير بدك تسرع بكل شيء وهيك، بس انه لانه اتس سو باشنت وبده يعطي من قلبه، هذا جينيوين. بس ممكن يكون متسرع اوقات بالايموشن، امبالسيف يعني كده. دي حاجه ما بحب. بحاول اشتغل عليها. انت شو الشغله اللي ما بتحبيها بشخصيتي؟ اني بخاف كتير.
مزبوط. من كتير حاجات يعني I agree. انا بدفعها شوي تاخد ريسك اكتر. صح خاف تاخد من الريسك. في عندها نقاط كده يعني لازم رايحين على اوتيل لازم يروحوا يعملوا له OCD يعني انا OCD هننام بعرف فين هنسافر ازاي هلبس ايه يا هلبس هنعمل وبفكر بكل حاجه بتفكر كتير كل حاجه ايه جو هيد. انا لا هيدا طلع لنا. اهم مطرب في لبنان سيدة او رجل؟ هيدا هينه انا معروفه فيروز. اوكي صح؟ انا اي اجري اكيد فيروز هلا بس هقول حدا تاني برضو ايه هقول حدا تاني رح اقول اليسا لانه بالنسبه للانجازات اللي عملتهم ان كان بالوقت اللي كنا بعدنا بنبيع سيديات وكاسيتات وان كان بستريمز قدرت تكون ملكه باثنين كارقام بقى ده انجاز مش عشان انا بحب صوتها او بحب اغانيها او هيدا ده انجاز حقيقي لازم يكون معترف به بقى دي كاهم مطربه طب اهم مطرب بلبنان انا بفتكر لإلي راغب علامه لانه نجح كمان بمصر كتير و all over the world بحسه مسموع ايه اي اجري كنجوميه راغب علامه لا يعلى عليها وكاستمراريه هزود برضو عليهم وائل كفوري اكيد ودلوقتي لازم بقى وذر الناس مأيدة في لبنان او لا لازم نعتبر فضل شاكر وصوت فضل شاكر إيه. ما فيش يعني مزبوط وانا برضو باللون بتاعه اللبناني الاصيل الدبكه فارس كرم I love فارس yes next question لازم انت بس ادعيت المرض قبل كده عشان تهرب من المدرسة؟ أنا لا صراحة أنا كنت بنت كتير honest وبريئة ما كنت بستاهل أعمل كده زاد ما بعرف زاد رزيل ادعيت المرض قبل كده أنا ما كنتش ما بحبش المدرسة كنت بحب المدرسة لا بس ادعيت المرض عشان ما اجيش على انترفيوهات زي دي بس seriously واي لا الانترفيوز بس مش زي دي عشان دي حلوه والاسئله ذكيه يا شيرين انا ما قصديش بالعكس انا بعملكم كومبليمون يلا انت كلمه تحبوا تسمعوها دائما من الاخرين. انا في كلمه بيقولوا لي اياها كثير افتكر بمصر ابدعتي مش ابدعتي وين بلا ابدعتي بالاردن لا في كلمه بيقولوا لي اياها بمصر كثير احسنتي لا مش احسنتي شو في كلمه مش ضروري بمصر مش ضروري اون ستيج ما خلص هي كلمه حدا بيقول لك اياها مش ضروري اون ستيج مش ضروري بالشغل maybe thank you لانه بحب بس حدا يكون grateful اذا انت عم تعملي مجهود انه بفتكر هالكلمه. انا بحب لما وبالعائله واخواتي بيسموني دادو لانه فيها داد وفيها جادو وبحب كتير لما حدا يعني الشغله اللي هيك بفتخر فيها غير قصص بتكون معقول تتقلي هي انه ضحك الناس عندي روح الفكاهه دي الناس لما بتلاحظها عندي بنبسط لانه بس انا عن جد انا مع جد بلا عم بضحك كل الوقت بنضل فارتين ضحك عن جد دي يعني بحس انه واحد لو مش عم بياخد الحاجات كده بخفه وبضحك وبقلب ابيض ما لهاش لازمه الحياه. ليتس جو يلا اخذت 2 فزمه اوكي هي انا اوكي. كيف تشحن شغفك بطاريه يعني كيف بشحن شغفي افلام مزيكا سفر وناس افهم مني بحاجات اتعلم منها او اقرا عنها او حتى فنانين ممثلين اقرا حياتهم ايه هيدي انا بحب انا بحب احضر افلام حياه ستارز نجحوا قبل ليعطوني اذا بدك انسايتس مش tips. بس انه بيعطوك كمان هوب انه هن كمان كانوا عم بيستصعبوا وفي حاجات صعبه حصلت لهم بالاخر وصلوا اللي هم عاوزينه. This is very inspiring. وinspiration كمان it gives inspiration.
حد تنمر عليكي قبل كده حتى وانت صغيره؟ هلا صراحه مم. سوشيال ميديا يعني في كتير ايام في بوست بتحطيهم انه انا لإلي بكون انه اوكي، خاصه باللبس. ليتس سي اذا ما بدي اسميه تنمر، بس بدي اسميه انه انتقاد. ايه اكتر. ده كتير على السوشيال ميديا صاير دارج. العالم بتفكر انه بركي نحن ما عنا احساس ونحن مش موجودين ورا، منا عالم وما حنقرا. نحن عم نقرا الكومنتس، عم نقريهم. ايه ما تفكروا ما عم نقريهم، تعالوا قولوا لنا اياهم. لا بس هي at some point بدك تتجنبي، لانه بدك يكون عندك eventually. انا بس بوست يضرب كتير والعالم ببلش خلص، اول شيء بقرا بعدين خلص. ايه اول 50 كم 70 يعني لما زادوا على 100 هو ما فيش وقت، مش قصدنا ما نشوف. اكزاكتلي. ما عندنا وقت لنشوفه، هو اللي بنغمض عيننا وبنمشي. انا وصغير اكشلي حصلت لما قلت لكم هيك تغيرت شوي حياتنا. انا وعمري 13 انتقلت يعني شوي، نزلت اذا بدك على الشارع، وكان في عندي تقرب اكثر من الناس من البابل اللي انا كنت عايش بيها. حتى انا يعني كان الفرنسي لغتي الاساسيه حتى وانا في لبنان، يعني بقى كانوا يتنمروا لحد دلوقتي على اللدغه اللي عندي بحرف الراء. حرف الراء دي عشان تعودت انا اتكلم فرنسي احنا وصغير، وحتى في العيله عندي بقى ده سمعته كتير وتنمر ايه بسمعه لحد دلوقتي يعني. ايوه في عالم تتنمر. لا بتلاقيها. لا في عالم تاني بيتنمروا وبنفهم، بس مش حدا كبير. لا لدغه وما لدغه، انت لدغه وفرانكو ما بعرفش دي حلوه ولا قصده حلوه ولا فرانكو يعني. اصلا راجعين يا اسكندريه قالوا لنا ده كتير، انتوا مالكم في اسكندريه؟ يعني انت شكلك فرنسيه وانت شكلك اسباني. اسكندريه فرانكو اراب. لا خوليو وداليدا. لا بس انا وكاميلا كابيو انريكي هدول احسن. اصغر شوي. يلا اكله لبنانيه بامتياز. اذكر اكله اكله لبنانيه. يعني شو اكثر شيء بحبها؟ لبنانيه ميبي المغربيه. بحب المغربيه كتير. انا بحب الكبه نيه لانه هي لبنانيه. اذا بدنا الكبه نيه كيف بيعملوها، بحب انا اللحم الني يعني. يمكن برا تارتار ويمكن بدي تحبه على الكبه النيه بحسها مميزه. يلا معنا تحب تعرف ايه اللي حيحصل السنه اللي جايه، ولا تعرف الناس بتقول ايه عليك من وراك؟ يا بدنا نعرف ايه اللي حيحصل السنه اللي جايه، يا شو عم بيقولوا وحده منهم. if we have to choose. انت ولا انا؟ اذا انا اكيد السنه اللي جايه. انا كمان. ما شو بدي بالعالم؟ يقولوا اللي بدهم اياه. اللي بيقولوه من ورايا هو مكان ورايا. اكزاكتلي. شو بدنا بال بقى حلو نعرف يقولوا براحتهم. نعرف الفيوتشر اي اغنيه هتكسر الدنيا. نسوى اللحن من دلوقتي ننزلها فيرجن اعلى توب 10 بقى من السنه ديوهات. يلا كارولينا بيرفورمانس مع عمرو دياب ولا جيلو؟ if that's a hard question. هلا اول شيء انا اكيد I'm a fan of both جيلو وعمرو دياب من انا وصغيره، بس انه حاختار اذا بدي اختار حدا بحس maybe عمرو دياب. I would go ما هيك؟ انه كمان مع انه جيلو يعني رح يطلع شو قوي كثير بيناتكم. انا مش عم بمزح، انت بمستواها اون ستيج. واو. سو ثانك يو. كرقص وغنى انا مش شايف بنت عربيه قادره تغني وترقص بالطريقه دي البروفيشنال زي كارولينا. مش عشان هي يعني هون. اوكي يو ماي تيرن. أهم ديو عملوه قد. اوكي هختار مش اهم واحد، 3. مش هناخد ان كنت كونسيدريشن. انا وكارولينا موجوده، وانا قايل انه دي اغنيه اسكندريه من احلى 5 اغاني انا عاملهم في حياتي. انا هيك بحس. هختار الديو مع بوسي اجازه
وريني مع ملك الناصر، و ما فيش كده مع لولا جفان. دول بحسهم مميزين كانوا في وقتي. يا انا مش انا لا بلا هو اوكي. نسبة الحقد في الوسط الفني. ايف صراحة كتير، يعني 100% إذا بدك. لا ليك لا، في عالم بعدها عن جد بتحب تساعد من قلبها. واحد منهم إنه جاد، عن جد جاد. بس نكون حتى هلا بتشوفي بيقعد بيهتم باللبس تبع طب إنه أنا بس هو جاي على الانترفيو مثله، بس he cares about others و about other artists. so هذا اللي بحبه فيه إنه عشان طالعة معايا. شوفي انت لوحدك عم ايه تخليك لا مش مزبوط، لانه هلا مش مزبوط. انا ببعت له ايام ببعت لي بساله بكون ماليش دعوة يعني. مالوش ممكن يكون حتى اذا مشغول او حاجة. ايه انه حاجه تانية كومبليتلي وبيساعد من قلبه. سو بحب ده من قلبي. بس نسبة الحقد ايه كبيره. بس هقول لك حاجة، هي نسبة الحقد unfortunately عند الإنسان عامة هي يمكن في نفس النسبة. دي نيتشر، نطلع عشان بنحس حالنا مش مكتملين، عندنا حاجات، وده حاجة طبيعية. بس بالفن كل حاجة على مغلية، على ستيرويدز مثل ما بيقولوا. فتايمز 10. والحقد أكتر عشان النجاح أوضح للجميع، والفشل برضو أوضح للجميع. فالحقد أقوى عند الجميع. صح. شو رأيك تكون تيك توكر وكبس وورد هذا يعني وفلوس كتير؟ يعني بتكون التيك توكر اللي بيعملوا لك هول الكادويات ورد وتقعد ورا الكاميرا وتعمل وفلوس كتير. بضحككم بشغله، انا بقول انا كنت تيك توكر قبل تيك توك. يعني الحاجات اللي كنت بعملها رقص وافكار ركب التيشيرت ومصاصه وحاجات كده، يعني كونتنت كرييتور. يعني نحن بنضحك على الموضوع. بنضل نقولها. قلت لها نحن دلوقتي كونتنت كرييتور بارت تايم سينجر بارت تايم عشان ده اللي بيمشيك دلوقتي. انك تبقى عايش مستني الجيفتس لا من غير ما تشتغل. انا مش حاجتي. انا مش حاجتي. نو ثانك يو. بس لانه نحن عندنا الفاشن انه في حته ثانيه. بس انا ما عنديش اي انتقاد عليهم. انا لما ابتديت كانوا يقولوا دول اللي بيطلعوا على الساتلايت بتوع الكليبات. وانا قدرت ابقى في كتير ناس من عصر الكليبات قدروا ينجحوا ويكون عندهم موهبه معينه ويقدروا يستمروا. حتى من التيك توكرز ومن العالم يلي يمكن باينه سخيفه دلوقتي عشان اول الوقت، يمكن منها يطلع ناس عندهم افكار، عندهم حاجات لازم يوصلوها ويقدروا يكملوا. بقى ما بحبش كده انتقد، لانه دي الترند دلوقتي بقى وملاقين فلوس وعم بيقدروا يكسبوا ويعملوا حياه. بقى ليش نقلل من قيمتهم؟ كل حد حر، والوقت هو اللي هيدا. عم نلاقي ناس عم بيتوقفوا، عم بيكونوا عاملين حاجات وحشه بجد ومستفيدين، ما اعرفش ايه، تبييض وبيع اعضاء. يعني بسمع الحاجات دي اكيد ده وحش قوي ولازم يتوقف. بس برضه هيكون في ناس عاديه وقادره تعمل حياتها وتستمر بالموضوع. لو معك 50 مليون دولار تصرفهم ازاي؟ انت بلش انا. ليكي 50 مليون دولار هو مبلغ كبير. اكيد يعني ما لازم واحد بس يفكر بنفسه. ممكن اول حاجه charity، يعني بورت للعالم اللي عن جد محتاج. فلان في عالم عم تحت انه هالمصاري شو بده يعمل فيهم شخص واحد. بس اكيد كمان I would go for investment. يعني ممكن اشتري حاجات بتضل معايا، ريل استيت، الحاجات دي، يعني اكسيونات بالبورصه او حاجه. انا كنت هقول ده. and the third thing اكيد هو بالفن، يعني الكليبات، الاغاني، لانه دول بكلفوا كمان بكلفوا مصاري. so I would go for that. انا برضه هستثمر ريل استيت وبرضه عمله رقميه دلوقتي في حاجات مختلفه. ما احطش كل الحاجه في مكان واحد ولا الفلوس في مكان واحد، عشان نحن عندنا اكسبيرينس في لبنان حلوه قوي. يعني كانوا ما تحطوا فلوسكم بمكان واحد، ولا في عمله واحده ولا في بلد واحد كله. ولا يا ريت في كوكب ثاني نبعتهم شويه ذهب عشان نطمن. بس لانه ده ممكن يكبر لك البادجت وتعملي
احلق تشاريتي اكثر، وهشتغل برضه هكبر شركتي الانتاج، امضي فنانين جداد ساعدهم. بحب ده قوي عشان يمكن انا اول ما ابتديت ما لقيتش اول المشوار، بقى ده يهمني قوي، واسعد الناس اللي بحبهم اللي حواليا يعني. نايس. اوكي، مين انا ولا انت؟ انا. اكبر غلطه عملتيها وندمان عليها؟ انا ما بعتبر انه ما بعتبر شيء غلطه، بس انه في شيء بكاركتيري ايام انه بوثق بالعالم بسرعه واي بليف شو بيقولوا، ايام بيكون اوهام يعني هيدا بحسه انه شيء غلط، لانه بعدين if you expect too much من العالم بتوقع يعني بيأثر على نفسيتك. بس انه ما بعتبر شيء غلطه، لانه كل شيء بتعلم منه بالحياه eventually بيعلمني. انا عندي علامه استفهام، عندي مشكله مع فكره الندم، عشان انا عارف انه زي ما بتقول كارولينا انه مش الندم هو اتس لسن، تعلمت حاجه، تقدمت، مش لازم يكون ندم، بس يعني تلقائيا مش عايز اكذب، في حاجات بندم عليها وبقول لو ما حصلتش كده، وانا عارف لو ما حصلتش كده ما كنتش اتعلمت، وهذا بس كفاني بقى تعليم، مش عايز بقى اتعلم. عايز الحاجات تمشي مظبوط ما ندمش عليها بليز يا ريت. اكتر حاجه متهوره اشتريتها وندمت؟ انا سياره. عن جد؟ سيارة، هي سيارة صغيرة يعني فيات، بس ريس وفيتاس وصغيرة وعجوة بلبنان وغالية كتير بالنسبة لشو هي فيات أبارت. هيدي بقى كان يعني حرام كان حقها حتى لو صغير، ولا بتنسى ولا حدا بيقعد وراك وبيصير معك وجع ظهر، بس انه عندك سيارة سباق. وعايز ارجع لبنان ابيعها دلوقتي لو حدا عايز. حلوة هي قوي، تحفة ما بتوزع الدار. انا بس على السريع ممكن اغنيه من زمان، انه في ايام مثلا اخترت اغنيه كانت غلط، قول يا ريت لو مثلا ما اشتريتها، انه اتس ويست اوف تايم انرجي. ما هيك. الفلوس اهم ولا الصحه؟ بس من غير فلوس يا الصحه من غير فلوس يا الفلوس، اكيد الصحه. بس هلا يو نيد فلوس لا تقدر تعمل صحه كمان ايام. انه بس هل هي الفلوس لازم يكون واحد عيان يعني، ولا الفلوس مش عارفين لو الصحه جايه او لا؟ لازم يبقى عيان. لو ايش لا بس اي ستيل تشوز صحه صراحه. لا مش هيبقى عيان، بس في الصحه هيبقى فقير قوي. في الصحة فقير قوي، بالفلوس مش عارف ممكن يجيله مشكلة أو لا إذا كده لكن مع فلوس، بس إنه هقعد بقى أورجانيك ومورجانيك وحطوا لي أكسجين والفلوس مشوها لي، مش هاكل حاجة غلط. مع فلوس نشتري الصحة بالإيه 3 حكمة ورايا أكل ما هيك 100%. حلوة دي. لو كنت مخفي اليومين هتعمل ايه؟ ترانسبيرنت يعني. ترانسبيرنت ولا مختفي من انفيزبل. انفيزبل. واو، بروح دغري على العالم اللي بعرف انه ممكن تكرهني او لا، اللي بيقولوا بيحبوني كمان، بروح واقعد معهم طول الوقت، يلا سمعوني. انا هعمل حاجات كده كزعبلات سياسيه، اخش كده في كم مكان بغير فيزا. انا 48 ساعه اوصل على امريكا. هوصل على البيت الابيض، الحق امريكا روسيا والصين. تعرف كل المخططات، تعرف كل المخططات وبتصير انت بريزيدنت. يعني هو لو ممكن اخش 48 ساعه شفتوا محتاله، انا مش انا رايحه عند العالم، هو دغري طلع لفوق. مختفي بقى. ايه برافو عليك. همسكه بقى، ما فيش شعر قوي من فوق، همسكه من الجنبين واقول كا يا ابن معصب كتير هو. ما بعرف مين انت ولا انا. انت قيم الوضع السياسي في لبنان الان. على بركان. احنا على قلتوا لنا انتم ام بليزريه، ام بليزريه عشان
في نفس الوقت اكيد نحن عايزين السياده وعايزين الدوله هي تكون قايمه في كل حاجه، بس يكون عندنا بجد قرار لبناني. في نفس الوقت خايفين لو ده حصل وتسلم السلاح يكون عندنا حاجه مسكتنا بطريقه تانية وفي ضحك علينا. انا مني من مناصري لا هنا ولا هنا، انا لبناني بحت، عربي بحت، بحب يكون العرب كلهم متضامنين، لكن في واقع عندنا سرطان في الريجن كلها، وده سبب واساس كل مشكله عندنا. ما لما دي تتشال نحن بيننا بين بعض هنظبط، ما تقلقوش. انا رح اسحب يا اعجبت ببنت قبل كده وانت صغير ورفضتك. هقول لكم بقى على حتوته انا وصغير. جالي على فالنتاين جيفت كده، وولت، محفظه بقى. كان الوقت اللي ما فيش فلوس كتير قوي في العيله، ورحت نفس المحفظه هديتها لبنت معايا في الصف، وانا مش واخد بالي جواها كان في رساله. بقى قريت الرساله اللي هي واحده ثانيه، اديت لها هديه جات لي فاتبهدلت قوي من الملتين يعني. ما خدتش. انت صار معك شيء حاجه كده؟ ما في يعني كيس، بس اكيد ممكن يكون حبيتي حد ورفضك. يعني ممكن يكون مش رفضني دايركتلي، بس حسيت انه هو ما فيش يعني the same feeling، so انا ببعد دغري، مش انه مش بتلحق ما بلزق. لا ماني ستوك. بتعرفي شو بيقولوا؟ دي حاجه مادونا الامريكانيه بتقول اذا انت بتقدري تسيطري يما تتقبلي ريجكشن، مش بس بالحب، بكل بالفن، شيء، بالعائله، بالصحاب، انت تقدري بتسيطري على كل حاجه. مزبوط. لما بتتقبلي انه في ناس مش حباكي تقبلي طبيعي، لانه ما في حدا انت مش تيبا. ممكن ما تكون هو بحبها تخينه البنت او اكبر او بشكل تاني. بقى يكون عندك هالبعد الفكري في كل حاجه. مزبوط. حتى في الشغل ما بيحبوا مزيكتي، اتس اوكي، مش فاهمين ومش دي صح. بتخليك تتطوري من غير ما يكون عندك قيود. مزبوط. وتتقدمي. ده ما عجبك، ما عجبتيش، ده في يروح 20 مليون لحد دلوقتي على السوشيال ميديا عجباهم. انت ولا انت؟ ما بعرف انا. يلا بعد 4. كم مرة رحت طبيب نفساني؟ انت ولا انا؟ وانت؟ انا رحت، لانه رحت فترة يعني، ما بتذكر كم مرة، بس انه اتبعت اكيد، لانه كل واحد ايام بيكون عنده حاجات بده يفضفض، في حاجات زعجته بالحياة، اكيد انا بحسها it's a good thing. لازم الواحد يروح، حتى ايام هو ما بيكون عارف انه عايز، بس بيكون عايز في حاجات صغيرة اذا بتفضفض ممكن اللي هو الحكيم يعرف قصص صارت معك بدون ما تكون انت مش عارفة انه هم حصلوا، وبيذكرك فيهم وبيطلع لك اياهم يعني. انا الصبح اونلاين اليوم النهارده الصبح. واو. بقى بعمل مرتين في الاسبوع دلوقتي، مش حكيم نفسي، ثيرابيست تعمل لي هيبنوسيس. قلت لك عن الهيبنوسيس، انا حكيوني عنها خفت صراحه. بعمل مثل مديتيشن على هيبنوسيس. نحن عندنا باللاوعي بتاعنا هو نص الحاجات اللي نحن بنتصرفها جايه من اللاوعي. فلما انت بتتصلي بيه وبتحاولي تشوفي ايه المشاكل، ان انا عندي مثلا مشكل بالفلوس، بفرط بالفلوس قوي، بقى دي حاجه جايه من يمكن مشكلتي اللي انا حصلت. بقى لما بالانكونشس بتشتغل عليها وبتقدري تفضفضي بطريقه لحد غريب عنك، مش عنده وجهه نظر او دايركت بحياتك، هيسهلها لك قوي. بقى انا بشتغل على الموضوع ده، على القلق اللي عندي continuously. جربت حكيم نفساني، جربت ناس اكتر بالهيلينج، ودلوقتي الهيبنوسيس الهيبنوثيرابي انا خفت منها. اذا حكيوني عنها لا يشد فظيعه. لازم مع الناس التحيه لمايا فران اللي هي بتهتم بيا، وبعثت لها ناس كتير. والله هنظبط الموضوع ده. مش معقول قد حلو شيرين. انا انت شو بتتذكروا من الحرب؟ اي حرب؟ ايها بنتكم. انا اول سؤال جبرت اي حرب منهم. في حرب نحن واطفال، في حرب في 2006 في الجديد. انا عن جد
بس ليك انا اذا بدك اول وحده اللي هي قديمه ما كنت لانه كنت انا كنت خلقت برا ومثل ما قلت وعشت 7 سنين. بس ال 2006 اللي هي 2006 بتذكرها لانه انا عن جد مره وعيت على صوت انفجار كان كتير قريب على البيت وكنت نايمه. كانت اول مره بحياتي بوعى على صوت. لا بهالخضخضه هاي يعني ما منيح. بس بعد في انفجار انا بقيت اوعى بلا ما يكون في انفجار. فكر في انفجار انت من بعد تروما. انا اقوى تروما كانت تبع البور. ايه تبع البور انا سمعته بس كان ابعد. هو كان انا قريب. كنت في مرم خيل بقى دي يعني اقوى كده كان ويك اب كول عشان غيرت حاجات قوي في حياتي. حسيت ما بقى في وقت يعني الواحد لو في حاجات عايز اعملها في اي ثانيه واحد ممكن غيرتني وخلتني بتروما على فتره. طبشت باب طبشت تليفون انقذ كلنا سوا. كانت ثقيله. احنا كنا بعاد وهزت البنايه. انا بيتي تفجر كله يعني لو كنت في البيت كنت متت. دوري مع ام ضد الغاء الليره اللبنانيه؟ كنت ضد يعني. انا مع انت ما لا نحن لانه خايفين عشان سرقنا لبناني دولار يورو اللي كان المهم ما يتسرقش ان شاء الله بالين وبالروبل. شو ما بدهم مهم يكون ظابط الوضع. 3 اشياء محتاجها الان في حياتك انت. نجاح اكتر. فلوس اكتر. والسلام في العالم يعني. I agree. يلا جو بعد في 2. يلا لا واحد. انا واحده. جنسية أمريكية أو أوروبية مقابل التنازل عن اللبنانية. أنا أصلاً فرنسوية لبنانية ما في بدك تتنازل بين تتنازل عن اللبنانية جنسية أمريكية أو أوروبية مقابل التنازل عن اللبنانية. أنا جدي من ميلة أمي تنازل عن الجنسية الفرنسية. كان عنده جيش ما عملهاش. وجدي من ميلة أبويا برضو تنازل عن الجنسية الفرنسية كان سياسي وعايز الجنسية اللبنانية. فأنا برضو بلاقي جنسيتي اللبنانية فخور بيها قوي لا ده آخر سؤال. معتبري أتفضل شاكر ويرجع للغناء ولا ليك يرجع للغناء؟ إيه يرجع أكتر من كده؟ ده هو مكسر الدنيا وقلب الهيدا وهو قاعد في الخيمة. يرجع يحصل. أنا قلت أولريدي بحب صوته بحبه هو شخصيا. بحب محمد برضو ابنه. انا كان ليا كده اول ما ابتديت ابتديت بالاستاذ فضل بالغلط وكانت لسه عندي اغنيتين وقال لي كلام حلو وشجعني. ما كنتش متوقع من قيمه زيه. كان روحه حلوه قوي. ابنه برضو. ومش عشان كده هقول انه انا ماليش ما اعرفش التفاصيل شكلها فيها complicated محل. وانا بآمن القضاء اللبناني لازم هو اللي بيعرف. بس احنا مش بايدنا. بنحب فضل وبنحب صوته وبنحب اغانيه. ودي اغلب الشعب يعني اللبناني. Thank you so much شيرين. Thank you.